كده في كلامنا الدارج يقول لك ايه بقى؟ انا رميت طوبتك. يعني مثلا تلاقي حد ينصح التاني او اللي معاه نصايح كتير قوي، واللي معاه ده ما يعملش، بيقول له بص انا رميت طوبتك بقى. وبالاخص بقى نسمعها منين بقى او نسمعها فين؟ الاب او الام بقى، يعني يقولوا لاولادهم بالنسبه للمذاكره يعني. الام تقول له بقول لك يا واد، انا مش هقول لك ذاكر تاني، اتفلق. اللي يذاكر وينجح ينجح لنفسه، كنا نفعنا اهالينا. زي ما كنا نسمع الحوار ده واحنا صغيرين زمان. انا بص انا رميت طوبتك. ايه بقى؟ رميت طوبتك دي بقى يعني ايه بقى؟ في ايه؟ وكل واحد له طوبة يعني ولا ايه بالظبط الحوار يعني؟ الموضوع يرجع يبقى زمان زمان ايام العرب. زمان في رعاة الغنم كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا بيحددوا مكان كل غنمة بطوبة. يعني الأغنام كانت تروح تاكل وتشرب وترجع بعد كده لمكانها. فراعي الغنم يوقف كل غنمة في مكان الطوبة اللي هو محدد مكان الغنمة بتاعها. ولما يبقى المكان فاضي ومفيش الغنمة جت فيه، تبقى بس الطوبة موجودة فيه، يقوم يعمل ايه بقى؟ ياخد الطوبة ويرميها، يدل على ان بقى الغنمة ضاعت او مفقود فيها الامل. احنا بقى خدنا منهم بقى الحوار اللي بيعملوه ده او الفعل اللي بيعملوه ده، وبقينا نقولها انا رميت